عاملين ايه يا حبايب تتنولة؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي حكاية جميلة، وهي مغامرة مروان وإنقاذ الدولفين الصغير. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم جميل قرر مروان يطلع رحلة بحر جديدة مع الكابتن حسن. الموج كان بيجري على وش البحر، والشمس عاملة خيوط دهب بتنور المية الزرقاء الصافية. المركب كان ماشي بهدوء، والنسمة الباردة بتعدي على وش مروان. مروان كان ماسك منظاره، بيبص شمال ويمين ويضحك وهو بيقول: البحر ده مليان أسرار، يا ترى النهاردة هنشوف ايه؟ ضحك الكابتن حسن وقال: البحر يا مروان زي كتاب كبير، كل صفحة فيه مغامرة جديدة. وفجأة مروان وقف ساكت شوية وقال: استنى يا كابتن، في صوت شبه صفارة ضعيفة. بص بمنظاره ولقي دولفين صغير بيتقلب في المية، شكله تعبان وصوته مليان وجع. مروان صرخ: يا خبر، ده محتاج مساعدة. قربوا بالمركب شوية، ولما وصلوا اكتشفوا ان الدولفين دخل جوه شبكة صيادين قديمة. المسكين كان بيحاول يطلع نفسه، لكن الشبكة شدت على جسمه ومخليه يتألم. مروان قال بحماس: لازم نلحقه قبل ما يتعب اكتر. الكابتن حسن لبس الماسك ونزل يغوص، ومروان مسك الحبل وساعده من فوق. المية كانت صافية، لكن كانت مليانة حركة، السمك بيلف حواليهم كأنه بيتفرج على المشهد. الكابتن حسن حاول يقطع الشبكة، لكن كانت سميكة وملفوفة حوالين الدولفين. مروان قال بصوت عالي: شد من الناحية دي يا كابتن، وانا هسحب الحبل من هنا. ولما تعاونوا مع بعض قدروا يفكوا الشبكة جزء جزء، لحد ما أخيرا اتحرر الدولفين. الدولفين عمل قفزة عالية في المية ورشهم برذاذ البحر زي المطر الخفيف. لف حوالين المركب يعمل صوت كأنه بيضحك وبيشكرهم. مروان ضحك وقال: شايف يا كابتن، حتى الدلافين عارفة تقول شكرا. الكابتن ابتسم وقال: عارف يا مروان، الرحمة دي لغة البحر وكل الكائنات. ومن يومها بقى الدولفين الصغير صديق مروان الجديد، كل ما ينزل البحر يلاقيه مستنيه، يسبح جنبه ويقفز حواليه، وكأن بينهم سر جميل ما يعرفوش غيرهم. يا ولاد، الحدوتة دي بتعلمنا ان الرحمة والمساعدة مش بس بين البشر، دي كمان بيننا وبين كل المخلوقات اللي ربنا خلقها.